هل كنت تتخيل ان في يوم من الايام هيجي الاي اي ويشخص لك التسوس اللي موجود في اسنانك اسرع من دكتورك؟ دلوقتي في تجارب حقيقيه لاستخدام الاي اي في قراءه الاشعه الخاصه بالاسنان والاشعه الخاصه بالجسم كله، وكمان بقى الاي اي يقدر يحدد مشاكل الاسنان والتسوس وبدقه عاليه جدا. والميزه هنا ان الاي اي بقى بيقدر يشوف حاجات دقيقه جدا العين المجرده ممكن ما تقدرش تشوفها في الاشعه العاديه. يعني المفروض دلوقتي ان كل العيادات يبقى فيها اي اسيستنت مع الدكتور، برنامج بيبقى نازل على اللابتوب بتاع الدكتور بيدخل الاشعه عليه، الاي اي يبدا يظهر لك كل نوع من انواع المشاكل اللي موجوده في الاسنان زي التسوسات، العصب والتركيبات والزراعه وتراجع اللثه، وكل مشكله من المشاكل دول بقى الاي اي يظهرها لنا بلون مختلف ويديني ريبورت كامل ومفصل عن كل المشاكل اللي موجوده في الاسنان وعن التريتمنت بلان اللي احنا محتاجين نعملها. ده دلوقتي يا جماعه بقى ابليكابل. انا مش جاي اكلمكم على حاجه في المستقبل، انا بكلمك على حاجه بقت موجوده دلوقتي وموجوده في القليل من العيادات، لكن اعتقد قدام شويه تبقى موجوده في كتير جدا من العيادات. يعني مثلا عندنا في المراكز بتاعتنا الاي اي موجود بقاله اكتر من سنه بفضل الله. وعايز اقول لكم كمان ان انا قريب جدا باذن الله هعمل لكم بودكاست مع دكتور صديق ليا عزيز، وهو اللي عامل الابلكيشن ده مع دكاتره اصدقاء لي ما بين مصر والسعوديه، عاملين شركه ممتازه جدا عشان اعرض لكم البرنامج ده ونتكلم فيه بالتفصيل اكتر ويعني ايه وبيتعمل ازاي، عشان لو في دكاتره اسنان حابين ياخدوا الابلكيشن ده ويخلوه عندهم في العياده يساعدهم، هيبقى شيء عظيم جدا ليهم وللمراجعين والمرضى بتوعهم. فلو وصلت معايا لحد هنا يا صديقي يبقى الكونتنت ده عجبك، عشان كده ما تنساش تعمل لنا لايك لان بتفرق معانا قوي، ولو بتتابعنا على اليوتيوب اعمل لنا سبسكرايب، ولو بتتابعنا على الفيسبوك والانستجرام اعمل لنا فولو علشان لسه اللي جاي كتير. واشوفكم على خير في فيديو جديد، وكان معاكم دكتور عبد السلام محمد، وسلام.